بوسه في المقلاة الوجديه كتجي رائعه والمذاق كيجي اروع. كنتمنى انكم تتابعوا معنا الفيديو الماجي مليء بالعديد من المفاجآت، فما تنسوناش كونوا على الموعد، والى الفيديو المقبل بمشيئة الله. السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معي مجددا في قناه. لاول مره كيزور القناه ما ينساناش في لايك سبسكرايب وتعليق يكون محفز. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم بسبوسه، المقادير اللي هي جد بسيطه، فخليكم مع المقادير. كنحتاجوا هنا ربعه سميده رقيقه، هنا ربعه سميده غليظه، هنا كنحتاجوا 2 اكياس ديال الخميره ما يعادل 8 غرام، كنحتاجوا الكيس الفاني، كاس صغير ممتلئ ديال السكر، ومن طبيعه الحال كنحتاجوا نصف لتر ديال الحليب. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. غناخذوا واحد الاناء اللي غنخلطوا فيه حنا هاد المقادير كامله. ندير واحد القبيصه ديال الملح ما نساوهاش، بسم الله. نديروا قبيصه ديال الملحه، ناخذ نصف لتر ديال الحليب، هو الاول غنديرو، بسم الله. هاد البسبوسه احسن حاجه نخلطوها ما نخلطوهاش في الخلاط الكهربائي، نكتفيو فقط بالخلاط اليدوي. نحاولوا نخلطوا هاد الحليب مع السنيده. ندير معاه كيس ديال الفاني باش كيعطي واحد النسمه. نخلطوا شويه تذوب لينا هذيك السنيده. نحسوا بها دابا شويه السنيده، وغنبدا نضيف مباشره السميده الرقيقه والقمح سبيسيال. غنبدا نضيف بالتدريج. حتى كنحصلوا على هذا الخليط بحال ما هكا ما جاريش. نخلطوها شويه نديروها، نخلطوا شويه هاد المقادير ونضيفوا عليهم مباشره 2 اكياس ديال الخميره، كنخليوها هي الاخرى. نديرو مباشره في المقلاة ثقيله او كما كيقولوا لها المقله الوجديه. كنحصلوا على هذا القوام بحال ما هكا، ما كتبقاش جاريه كما قلت لكم. وبطبيعه الحال خدينا هذيك المقلاة الغليظه، درنا فيها شويه ديال الزبده كما شفتوا هنا. خدينا المقلاة ديال اللي كنطيبوا فيها المسمن، درت فيها شويه الزبده ورشيتها بسميده اللي خديت منها شويه اللي خلطت بها. وغندير هاد وغنصب هاد الخليط
فكما شفتوا معايا حبيباتي، هنا خديت هذه المقلاة كما قلت لكم، المقلاة ثقيله، رشيتها بالسميده رقيقه، السميده الغليظه عفوا، ودرت ليها هذا الخليط. وبطبيعه الحال وجدنا الفرن، فاحنا ندخلوا هذه البسبوسه وخليكم مع الشكل النهائي. فهذا هو الشكل ديال البسبوسه بعد ما خرجتها من الفران، كيجي الشكل ديالها هكا. فدابا انا غادي نسقيها بالسيرو ديال الليمون وسكر سنيده، وغنزينها بالكوك. فخليكم مع الشكل النهائي. فانا غادي نسقيها بعصير ديال الليمون ما حتى هي سخونه. احسن حاجه نسقيوها وهي سخونه. وهنا نحاولوا نزينوها بالكوك. الريحه ديال هاد البسبوسه كتجي رائعه، يا سلام مع هاد السيرو اللي درنا. هذا هو الشكل ديال البسبوسه اللي شاركت معكم اليوم. كما قلت لكم كتجي الشكل ديالها رائع والمذاق اروع. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا في اللايك، في سبسكرايب وتعليق محفزه.